ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض هريسة الشطة. حلوة جدا. لاكلات كتير بالذات في الصيام. بنضيفها للبتنجان. بنضيفها للكشري كمان. بنضيفها للفول. واوقات بنحشي بها الطعمية. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي بمنتهى السهولة مع بعض. عندنا هنا نص كيلو فلفل احمر، اللي هو الحامي. وعندنا كمان لو هنعمل بالشطة الخضراء، عندنا برضو هنا نص كيلو شطة خضراء بتكون حامية طبعا، وبنستخدمها طبعا في حاجات كتير وفي اكلات كتير، وبالذات الاكلات الصيامي. بنضيف منها هنا كمان للبتنجان، للفول، لاكلات كتير احنا بنعملها، ممكن كمان لعجينة الطعمية. وكمان هنا عندنا راس توم مفروم ناعم. تمام، راس توم كبيرة مفرومة ناعم. وكمان هنستعمل نص كوباية زيت. نص كوباية زيت الأكل اللي احنا بنستعمله في الأكل العادي. حطينا في الكبة الفلفل اللي احنا قطعناه، وحطينا التوم، وحطينا معلقة ملح. ممكن انتي كمان تزودي تحطي مثلا معلقة كمون ومعلقة كزبرة كمان، هتدي طعم أجمل. وكمان هنضيف هنا 3 ليمونات، 3 عصير ليمونات. تمام، وربع فنجان خل. هنخلطهم كويس جدا في الكبة ونرجع تاني مع بعض. وهنا حطيت هريسة الشطة ببرطمان يكون ناشف ونضيف. حطيت فيها الهريسة، وبعد كده حطيت عليه الزيت، حوالي نص كوباية زيت. تمام، وهقفله بقى بغطا محكم واحطه في التلاجة. نخلي بالنا كويس جدا، لازم نلبس جوانتي او ندهن ايدينا بالزيت، عشان الشطة بتبقى صعبة جدا وممكن تعمل حساسية في الايد، فياريت نلبس جوانتي او اي حاجة في ايدينا. يا رب الطريقة بتاعت هريسة الشطة دي تكون عجبتكم. عقبال كل فيديو. باي باي.